لو انت وسواسي واتجوزت شخصية حدية، او انت وسواسية ومتجوزة شخصية حدية، يعني خلاص احنا مع بعض نعمل ايه؟ ولما سمعتوا الفيديو ده لقيتوا ان في حاجات بتحصل ما بين هي دي سبب المشاكل، يبقى نعمل ايه؟ نروح نتعالج نفسيا. طب هو العلاج عن ايه؟ ما احنا كويسين. لا، انتوا عندكم مشاكل. انت بتبقى متوقع حاجات، هي بتبقى متوقعة حاجات. انت بتتوقع بناء على رسمة تفكيرك وطريقة تفكيرك، وهي بتتوقع بناء على مشاعرها وطريقة تفكيرها. فعشان كده الواقع اللي بينكم بيبقى مليان خناق. طب احنا بنعمل ايه في العلاج؟ نتعرف على اهم الحاجات اللي عامله مشاكل ونبتدي نناقشها معاهم، بحيث ان يحصل نوع من انواع التعود على ان دي طباع الاخر انا مش هقدر اغيرها، ولكن هنقدر نهذب فيها شويه، وتفهم لطبيعه الاخر، عشان ما يبقاش طول الوقت انا شايف ان انا ضحيه في هذه الزيجه. الشغل مع الاثنين ما بيبقاش سهل، خاصه لما يكون كل واحد فيهم واقف باصص التاني هيعمل ايه عشان انا اعمل اللي عليا. طب هي عملت ايه عشان انا ابتدي اشتغل؟ طب انا اشتغلت اهو، هي ما اشتغلتش. بنشتغل معاهم هما الاثنين بحسب سرعات فهم كل واحد واستعداده للعلاج. ولما هما الاثنين بيبتدوا يتفهموا طبيعتهم هما وطبيعه اللي قدامهم، مشاكل كتير قوي بتتحل. وحتى لما بقى في مشكله بيبقوا اتعلموا ازاي يحلوا المشكله دي في ظل ان انا شخصيه عندي سمات حديه وهو شخصيه عنده سمات وسواسيه او العكس. لان هنا خرجنا من فكره الشخصنه لفكره علاج المشكله. هو مش ضدي وانا مش ضده، هي مش بتكرهني، هي مش بتغلس عليا، احنا عندنا مشكله وابتدينا نتعامل معاها بشكل عقلاني. فهمنا، عرفنا، اتعلمنا، ابتدينا نمارس.